إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ومن الشرك بالله لبس الحلقة والخيط والتمائم والحجب التي يصرفها السحرة والمشعوذون لرفع البلاء أو دفعه، أو وضع صور أو تماثيل أو كفوف أو رأس غزال أو شاة أو شيء من ذلك لرد الحسد والعين. كل ذلك من الشرك بالله عز وجل. يقول عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، أي من مرض. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. والودع شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. وقد دخل حذيفة على رجل فرأى في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.